السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير وفي كل صحة وسعادة. يا رب كده رمضان يكون غير فينا ونكون قدرنا نقدم اللي علينا ربنا يا رب كده، وربنا يا رب تكون تقبل منا الصوم والصلاة والطاعة ويجعلنا من المغفورين لهم بإذن الله. كلامي النهاردة للمطاردين اللي زعلانين، مش عايزة العيد يدخل عليكم وانتوا زعلانين. احنا خلاص النهاردة ان شاء الله هيكون اخر يوم سحور، يعني بكرة الوقفة وبعده العيد. عايزة العيد يكون عيد علينا بجد، وعيد عليك انت بالذات يا مطارد، تكون فرحان وسعيد ومتخلص من كل حاجة وحشة في حياتك، حتى الهارب. انت طبعا عمال دلوقتي بتفكر في الهارب وزعلان ان هو ما بيسألش عليك. احب اقولك هو بيفكر فيك ليل ونهار وهيرجع على بوزه. الرسالة دي ليك، الكلام ده اللي انت عايز تسمعه مش كده؟ واللي انتوا مستنيين ان انا اقوله، بس مع الاسف انا مش هقوله. ومش عايزاكم تزعلوا مني اذا كنت مش بقول كده، فده علشانكم انتم، لان انا عندي كلام كتير قوي مهم. اتمنى ان انتوا تسمعوني للاخر وتستحملوني شويه. رسالتي للمطارد وللمطاردة او اللي حاطين نفسهم في خانة المطارد. يا حبيبتي يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها مطارد. يا حبيبتي يا حبيبي، مفيش علاقة اسمها علاقة توأم الشعلة، وان انت لازم تعيش في بؤس وفي عذاب وفي ضنا علشان نصك التاني بعيد عنك، علشان الهارب التوكسيك اللي في حياتك اللي معذبك بعيد عنك. ده انت اللي ساجن نفسك في الألم ده. يعني احنا قبل كده قلنا ان توأم الشعلة اساسا قايمة على ان المفروض ان هما نفس واحدة مخلوقة في جسدين. فالنفس دي لما مقسومة في الجسدين دول، لما يكون واحد فيهم بعيد عن التاني لازم حد فيهم بيعيش في عذاب، لان الهارب في العادة بيكون شخص قادر يتحكم في عواطفه، قادر يتحكم في مزاجه، في دماغه، ان هو يبعد امتى ويقرب امتى، وعارف بالظبط يلعب المطارد على الشناكل حرفيا ازاي. فعلشان كده عايزين نقول ان ده مش منطق يا جماعة. يعني هل ربنا آه ما كانش، استغفر الله العظيم يا رب، ما كانش قادر يخلق النفس دي طبيعية، نفس واحدة في جسد واحد؟ هل ربنا أراد ان هو يعذب جزء من البشر فخلقهم توأم شعلة، وخلق الباقي البشر بشر عاديين؟ طب ازاي بعد كده ربنا هيحاسب كل البشر بنفس الميزان؟ طب جاوبوني، هل في حد منكم عنده شك ولو بنسبة بسيطة جدا في عدل ربنا؟ أكيد لأ. طيب يبقى واجب علينا بقى نشغل دماغنا، بما إن ربنا عدل وعمره ما هيعمل غير اللي في صالحنا وهيحاسبنا كلنا زي بعض بنفس المقياس، فليه هيخلق ناس تتعذب في الدنيا ويخلق لها ناس تعذبها وعارف إنها هتعذبها، ويخلق ناس تانية تعيش عادي وفي استقرار؟ ها ربنا استغفر الله العظيم يعني ما يعرفش ان الزعل والضغط ممكن يخلي الواحد يفكر في افكار شيطانية ويتجه لممكن ممكن للانتحار؟ او واحدة مثلا من كتر ما الهارب او اللي هي بتطلق عليه الهارب بيحبها او بيبين لها ان هو بيحبها وبيبعد عنها، ان هي ممكن تفكر انه مش عايز يتجوز. طب تعالى نتصاحب، طب تعالى نتكلم في التليفون، طب نظرة، طب نتقابل مرة. مش كل الحاجات دي حرام؟ يعني هل ربنا غايب عنه حاجة زي دي؟ اكيد لا. فيبقى احنا اللي بيزين لنا الحاجات دي كلها الشيطان، والحاجات اللي احنا بنسمعها، الافكار الغربية وكلام الطاقة والخزعبلات اللي انا قبل كده اتكلمت عنها في فيديو، وقلت ان مفيش حاجة اصلا اسمها طاقة، وان دي جاية من عبادات وثنية في الاصل وعبادات هندية، هي اللي بتقولك ان الطاقة هي اللي بتحركك وهي اللي بتتحكم فيك وهي اللي بتقولك تروح فين وتعمل ايه. لا ومش بس كده، ده كمان الطاقة دي اللي موجودة عند حد تاني ممكن هو برضو يعمل معاك تخاطر، وممكن هو اللي يخليك تفكر فيه، وممكن هو اللي يخليك تنجذب ليه حتى لو هو بعيد. فرسالتك دلوقتي يا مطارد بجد، يلي واهم نفسك بوجود علاقة توأم الشعلة ومضيع حياتك ورا الهارب ومصدق ان مالك سر سعادتك، اعذرني لو هقولك كلام ممكن يضايقك. الهارب لا سر سعادتك لا هو ولا غيره، ده مجرد شخص مؤذي انجذبت له في ظروف
ممكن تكون الظروف دي كانت غلط، هي اللي سببت وجود الحب الفظيع ده ما بينكم. فانت مش غلطان عشان انت حد نقي وقلبك طيب، فمحدش هيقدر يلوم عليك. لكن هنلوم عليك بجد وهتبقى غلطان لو فضلت مصدق في الوهم ده ومعايش نفسك فيه ومسلم مفاتيح قلبك وحياتك كلها لحد ما يستاهلهاش. فأول حاجة لازم تعملها بجد دلوقتي إنك تبعد عن أي شيء له صلة أو علاقة بالهارب المزعوم ده. وكمان لازم تعاهد ربنا إنك هتبدأ من أول وجديد وتنسى كل الأفكار دي وتتوب وتعرف نفسك وتقدرها وتدعي ربنا إن يبعتلك اللي يستاهلك واللي يقدرك واللي يحبك بجد عشان تبتدي معاه حياة جديدة انت تستحقها وتستاهلها، بعيد عن الهارب. الهارب ده شخص مؤذي، انساه هينساك وعمر عمر عمر ما هيقدر يعمل ليك اي حاجة. خلي العيد اللي يجي عليك يكون عيد بجد. انزل صلي صلاة العيد، افرح، دي سنة عن النبي وفرض ربنا أمرنا بيه إن احنا ننشر بهجة العيد. اقعد وسط صحبة صالحة تفكرك بربنا وتكون بتحبك بدون أي أغراض أو مصلحة. صدق قلبك وركز على النور اللي جواه، النور الرباني بتاع الفطرة اللي ربنا فطرنا عليها. شوف بينك وبين نفسك كده، هل انت تستاهل تعيش حزين تجري ورا حد كل ما تقرب له بيبعد عنك وكل ما تديله بيطمع أكتر ياخد منك؟ فكر كده، هل البني آدم ده هو أحسن حد قابلته في حياتك أو ممكن تقابله؟ وبعدين هات ورقة وقلم واكتب مواصفات شريك حياتك اللي انت حابب تكون موجودة فيه في المستقبل. طبعا الكلام ده بقوله للبنات وللولاد. شوفي كده ايه الحاجات اللي انت عايزاها في زوجك المستقبلي، وانت شوف ايه الحاجات اللي انت عايزها في الزوجة المستقبلية بدون اي تفكير في الشخص ده. يعني قول كده انا عايز حد يكون مثلا تكون شكلها حلو، تكون طيبة، تكون بنت ناس، تكون بتحب تتكلم معايا، تكون مش عنادية. وانت اكتبي حد كده يكون سخي في مشاعره. اكتب المواصفات دي كلها وسيبها في ورقة على جنب. بعدين هات ورقة تانية واكتب فيها كل مواصفات عمنا الهارب ده، اسلوبه معاك، بيعمل ايه، كويس، وحش. اكتب. بعد ما تخلص كتابة خالص هات الورقتين جنب بعض وقارن ما بينهم وبص بنظرة حقانية كده وعين يعني بتعرف توزن صح. هل اللي انت عاوزه في خيالك هو اللي موجود في الشخص اللي انت عمال بتجري وراه ومرمط نفسك وراه ده؟ طب انت شايف ان في امل انه يقرب حتى ولو بنسبة بسيطة من المواصفات اللي انت عاوزها؟ اكيد مش هتلاقي، صح؟ طيب يبقى الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا ناخدها من قصرها ونبعد وندعي ربنا انه يعوضنا باللي يقدرنا ويستاهلنا. وصدقني لازم تآمن بنفسك وان انت تشوف نفسك احسن حد في الدنيا، لان عمر ما حد هيقدرك صح طول ما انت مش عارف تقدر نفسك.